صندوق النقد الدولي باختصار شديد سنة 45 بعد انتهاء الحرب في 3 مؤسسات دولية تم عملهم في العالم، الصندوق والبنك ومنظمة الأمم المتحدة. الصندوق باختصار كده عبارة عن جمعية بين دول العالم، في 183 دولة من دول العالم، ال 193 دولة. الصندوق ده عامل جمعية بين دول العالم مشارك فيه، ده داخل بفرد، ده بنفرين، ده ب3، ده ب5 بخلاف. مصر داخله بنفر قيمته 1.6 مليار دولار. تمام. الصندوق بيجمع الفلوس دي يعمل بيها ايه؟ ما بيشحتهاش، بيخليها معاه. اي دولة محتاجة يقول له عينيا اديك، بس بشروط. ممنوع تقترض اكتر من 3 امثال حصتك. لو الاستاذ مجدي رايح البنك اللي جنبينا هنا يقترض 5000 جنيه، البنك يساله اسم حضرتك ايه؟ يقول له مصر. سعادتك مشارك معانا هنا والله او ليك حساب عندنا؟ يقول له اه والله انا ب1.6. طالب قد ايه؟ 4.8. يبص كده في الكتالوج 3 امثال يقول له اوكي. سيادتك ناوي تاخد الفلوس وتجري يا مصر او يا استاذ مجدي؟ يقول له لا والله انا ادفع. هتدفع منين يا استاذ مجدي؟ يقول له ما انا عندي ايرادات الدوله. طب ايراداتك قد ايه؟ اديني كشف مرتبك يا استاذ مجدي. يقول له حضرتك بتنفق قد ايه من المرتب ده بقى؟ يقول له انا بنفق قد كده. يقول له يا استاذ طب ما انت عندك عجز، هتسددني ازاي؟ يقول له لا ما انا ان شاء الله بقى ناوي اشتغل بعد الظهر، هجيب لتوك توك اشتغل عليه فزود ايراداتي وهشارك على محل شاي وقهوه. طب انفاقاتك زاد؟ يقول له والله ما انا كنت بدي امي نفقه هلغيها. العيال باكلوا 3 رغيفه في الطاقه هخليهم رغيف. حته الايرادات الزياده اللي انا بشتغل فيها توك توك والانفاقات اللي بشيل النفقه من امي دي اسمها برنامج الاصلاح الاقتصادي. ايوه. يقوم مقدمه لي يقول له طب بقى انت ناوي تعمل لي ايه؟ احنا حطينا برنامج لينا، شنقنا نفسينا ب5 مطالب مبدئيه. قال له ايه؟ قال له والله هنشيل الدعم عن بنزين 95 مرحله اولى وقد تم. هنشيل الدعم عن الميه والكهرباء عن الوحدات السكنيه والاداريه والتجاريه وقد تم. هنشيل الدعم عن الصناعات كثيفة استخدام الطاقة وتم حلواني اللي هو سميناها الترشيد. هنفرض مجموعة من الضرائب. نمرة 5 يزيد الاحتياطي النقدي ل 19 مليار. ليه 19 مليار دولار؟ الفجوة التمويلية بتاعتنا. ما انت مش هجيب لك فلوس اديها لك ترميها في البير. لا، سدد يا بابا فلوسك القديمه وخلي عندك 19 مليار، يبقى انت معلكش جديد وقساط. اقوم لما اديك الفلوس اضمن ان انت تديها لي. مش شاري ثلاجه وبوتاجاز وقاعد بقى وامشي انا وبتاع القسط عم اسيوطي يجي يخبط عليك. مش فاضيين احنا للجو.